من كام يوم وريتكم البنت دي ووعدتكم ان انا هعمل لكم فيديو زيه بالظبط واشرح لكم كمان انتوا ازاي تعملوه. وهنجرب مع بعض بقى اول حاجه نصور بكاميرا ومعدات محترفه، بعد كده ممكن كمان نجرب بالموبايل. ومعانا اول حد النهارده سلمى كونتنت كريتور، وهي هتبقى بتموديل معانا النهارده. والشعر بقى هيبقى معانا ابرام من صالونات محمد الصغير، والميك اب بقى معانا مصطفى نجم. اول حاجه هنتكلم عليها زي ما قلنا الاضاءات. معانا 4 اضاءات. اول حاجه من فوق معانا هيد قوي راكب عليه بيوتي ديش، ده بيبقى جاي من فوق، والفكره منه ان هو بيخبط الضوء من فوق فبيكونتور الوش ويرسمه بطريقه حلوه. بعد كده بقى الضوء الثاني عندنا ضوء بيبقى جاي من تحت، ومش لازم ضوء على فكره، ممكن يبقى ريفليكتور بياخد الضوء اللي جاي من فوق وبيعكسه، وده الفكره منه علشان لو في اسود بقى تحت العين او تحت المناخير او كده بيشيله. وبعد كده بقى معانا ضوئين هرشه قوي ورا يمين وورا شمال وبيبقوا مرفوعين سنه، والفكره من الضوئين دول بقى ان هم بيدوا جلو او لوك حلو قوي للشعر كده من ورا. بعد كده بقى عايزين طبعا كاميرا قويه تصور لنا 4K ومتركب عليها عدسه تبقى شارب وتطلع لنا لوك حلو. وبالنسبه للاضاءه بقى اللي انا عامله ان انا مقوي الضوء اللي ورا قوي علشان اقدر ارفع الشاتر سبيد اعلى من الشاتر انجل، ده عشان يخلي الدنيا معايا تبقى واضحه وشارب اكتر. في نفس الوقت فتحه العدسه عندي هنا ممكن توصل ل 1.4، بس انا معليها برده شويه علشان تديني لوك اكتر، وده كده هيبقى شكل اللوك اللي طالع من الكاميرا. وطبعا لما نوصل للوك حلو زي كده ممكن نبدا نحاول بقى نبدع ونعمل ترانزيشنز ونجرب في خلفيات مختلفه.